اهلا يا بنات، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. معاكم شيماء، ودي قناتي بعمل فيها فيديوهات متنوعة، فلوج، خروجات، ريفيو، منتجات، كل حاجة. وهنعمل حاجات كتير مع بعض ان شاء الله. انا كنت عملت معاكم فيديو قبل كده عن ازاي ان انا بشتغل اونلاين وشغلك من البيت، ولو معاكي مبلغ بسيط تقدري تشتغلي اونلاين وكده وتبتدي وتتكلي على الله. اهم حاجة ان انتي تبقي باصة لقدام، نظرة كويسة لنفسك ان انا ان شاء الله هنجح وهبقى كويسة. وما تخافيش خالص، لان انا تعرضت لحاجات كتير وكنت خايفة وحاجات عطلتني وبطلت وبدأت. فهقول لكم شوية حاجات كده، وهوريكم حاجات برضو انا جبتها وطلبها في الاونلاين. في البداية بنبقى خايفين جدا من المنتج، بيبقى شكل حاجة والخامة حاجة تانية، وجربنا حاجات كتير من الاونلاين. وطبعا انا بقى هقول لكم كل حاجه. وطبعا اي استفسار منكم تكتبوا لي تحت في التعليقات، عايزين تعرفوا انا بجيب منين، عايزين تبتدوا كل حاجه. اهم حاجه انت معاكي موبايل، معاكي جروب، او صفحتك على الفيس، تنزلي في الستوري الحاجات اللي انت هتبتدي ان انت تبيعيها. وتنزلي بقى حد طلب منك بتجمعي اوردر مثلا 5 6 قطع، تطلعي منه الشحن وتطلعي منه المكسب بتاعك، وتطلعي منه كمان تمن الاوردر اللي انت ايه هتبتدي بيه. مثلا هنقول معاكي 500 جنيه، ابتدي ب 500 جنيه، يعني هتبتدي بأقل الإمكانيات. آم، أهم حاجة تركزي، يعني مثلا حاجة بتتباع ب20 هتبيعها ب30 أو 35، مش بنزود قوي عشان خاطر كمان تكسبي زبون. اهم حاجه عندي ان انا اكسب زبون اكتر من ان انا اكسب فلوس. يعني انا الفتره دي معتمده جدا ان انا اي اصلا مكسب بكسبه بدخله في الفلوس اللي انا بشتغل بيها. اهم حاجه عندي ان انا اكسب الزبون وبس كده، وفيما بعد الدنيا بتظبط معايا. لينكات بقى تليجرام، ساعات بيظهر عندي صفحات على الفيسبوك ليها تليجرام، ببتدي اتعامل معاهم او اسال صفحات انتوا بتشتغلوا مع الاونلاين وكده. واحده واحده بيجي الموضوع. او واحده مثلا بتبيع، كتر خيرها لو عرفتك بتشتري منين او كده. في ناس بصراحه بتخبي الموضوع ده جدا، وبعدين كل واحد بياخد رزق. المهم، آه، انا كنت طبعا بشتغل. انا طبعا ام منفصله، معايا ابني بقالي 3 سنين عايشة بيه. بصراحة باباه بيصرف عليه والدنيا تمام، بيدفع لنا السكن وكل حاجة. بس برضو انت بتبقى عايزة تطلعي مصاريفك، محتاجة حاجة تجيبيها وكده. عاملة معاش مثلا ب 500 جنيه في الشهر، طبعا ما يعملوش أي حاجة. وخصوصا لو بتشتري مثلا حاجات شخصية ليكي، الحاجة غلت قوي، اللبس، الحاجات دي، كل حاجة. المهم، بدأت إن أنا أشتغل بره، لقيت وقتي بيضيع وفي نفس الوقت وبابقى متفرهدة في الشغل بره. طبعا فتحت قناة اليوتيوب. اليوتيوب بياخد وقت كبير جدا على ما القناة بتتفعل وعلى ما يبدأ يجيب فلوس، وبرده مش اللي هو بيعيش، يعني من الآخر مش بتقبضي كل شهر أو كل شهرين أو كل 3، لا بتاخدي شهور أو سنة على ما بتقبضي، مثلا لو بدأتي تقبضي من اليوتيوب. فقولي زي ما قلت لكم، مثلا لو بدأتي تقبضي من اليوتيوب. فقلت ايه، آه يعني انا طبعا اهملت في ابني زي ما قلت لكم، كنت بسيبه لوحده عشان انزل الشغل وبطلع بدري جدا، يا اما اروح اوديه حضانه واتاخر على الشغل ومش عارف ايه. فكنت بهمل فيه جدا، حسيت بتقصير كبير من ناحيه ابني ان انا باجي اعمل الاكل متاخر، فيومك بيضيع في الشغل بره ومفيش مقابل مادي في الوقت اللي انت بتقعديه ده كله، او حاجه تعتمدي عليها ان انت تعيشي منها او كده. فقلت لنفسي طب انا ابدا اونلاين. لما لقيت بنات حواليا بيبيعوا اونلاين، بصراحه كتر خيرهم، عرفوني الاماكن والتليجرام اللي بيجيبوا منه، وشفت الخامات والحاجات عجبتني، بدات ان انا اشتغل اونلاين. وبدات هوريكم بقى الاوردر اللي انا طلبته. انا كنت بشتغل طالبه اوردر ملابس، نزلت الصور والحاجات دي وكنت خايفه منه، فتعاملت مع البنت مره، فبصراحه عجبتني الخامات بتاعتها فنزلت من عندها تاني وطلب مني اوردر. هوريكم بقى الاوردرات بتاعتي والحاجات، بجد طلعت احلى ما كنت بتخيل. يعني كنت قلقانه منها جدا بس الحمد لله جات لي حلوه. طبعا ده برضو من الحاجات اللي انا بطلبها، وتيشيرت اوفر سايز حلو وواسع وطويل، وكمه كمان طويل، وفي نفس الوقت خامته حلوه. فالحمد لله من الحاجات اللي انا جبتها. بس ده كان الاوردر اللي فات. اول حاجه بصوا، انا نزلت الصوره، كنت مش متخيله بجد ان هو هيطلع زي الصوره، لا طلع زي الصوره، والخامه طلعت احلى ما كنت بتخيل، حلوه قوي، اوفر سايز وطويل وواسع. ده لون ابيض، ده واحده كانت حاجزاه معايا.
بعد كده برضو ده طلع حلو قوي برضو. البنوتة كانت خايفة يكون قصير ويكون ضيق، لا بجد طلع اوفر سايز، والكم بتاعه برضو طويل. ده الظهر بتاعه، وده طبعا الوش. طلع حلو قوي بجد، وخامته كمان حلوة قوي. وكمان الشميز الفوشيا ده اللي هو الكتان برضو طلع حلو قوي، وخامته ناعمة وجميلة. وده كمان تيشيرت بنص كم كده، بنوتة صغيرة يعني هتلبسه تروح بيه الدروس، على بنطلون، على أي حاجة يعني. والبنطلون ده اللي هو بتاع الترنج ده، البنات بتخرج بيه حلو قوي، خامته سمر ميلتون. حلو، هبقى اسيب لكم كل حاجة الصور بتاعتها. واخر حاجة معايا اللي هو الكاش مايو ده، هو كاش مايو عامل شبه البيزك دريس، جبت منه قبل كده البيزك دريس كان بنص كم. بيتلبس عليه جاكيت جينز او اي حاجة، خامته حلوة، تقيل كده وحلو. وليه فتحة هنا من تحت، وهو بالحبال دي، ومن هنا فاضي. لو بنوتة مش محجبة أو مسافرة مصيف أو حاجة تقدري تخرجي بيه. بنوتة محجبة طبعا بتلبسيه في البيت، كاش، عروسة، أي حاجة. بس ما كانش متوفر منه غير الأسود، واحدة كانت طالباه مني. أنا عايزة كمان أقول لكم إن دي من البيجامات الحلوة قوي اللي طلب مني المرة اللي فاتت، الأوردر اللي فات طلبت 3 قطع وكانت تحفة، اللي هي دي. طلبت قبل كده الفراولة والكريز، واللي هي القلوب أو البطيخ. عايزة أوريها لكم، كان مطلوب مني تقريبا 4 بيجامات. كانت حلوة قوي بجد، وعجبتني الخامة بتاعتها. والخامة بتاعتها قطن تحفة، تنفع للعرايس اللي طلبوها مني عرايس، وطلبوها مني برضو ناس متجوزين. الحجم بتاعها كمان مش صغير يعني، حلوة، بتلبس لحد 80 أو 85. شايفين؟ دي اللي هي القلوب، في منها الفراولة والبطيخ والكريز والقلوب، يبقى كده 4 أنواع. وده البنطلون بتاعها، بتاخد برضو وضع الجسم، وحلوة قوي قوي قوي. بصوا، من الحاجات اللي أنا أقول لكم عليها تطلبوها وانتم مغمضين، البيجامات اللي هي بتبقى قطن شعيرات، حلوة قوي بجد يا بنات. وكمان تقدروا لو عايزين تجيبوا لنفسكم منها، حلوة ومريحة جدا في الصيف. وانتي قاعدة في البيت كده، لو مش عايزة تلبسي قطات وشورت وكده، فالبيجامات دي مريحة جدا وحلوة قوي. كل مرة طبعا بتطلبي الاوردر، لو اول مرة مثلا بتطلبيه من المكان بتبقي خايفة ان الحاجة ما تجيلكيش نفس الصورة، او الخامة بتاعتها ما تكونش كويس. والخامات بتاعتي طلعت حلوة بجد. وده الاوردر بتاعي. طبعا الحجز بيكون البنات بتبعتلك صورة مثلا للحاجة، او تقولك انا عايزة ده، فانت بتاخدي سكرين عشان ما يتوهش من بالك، وبتعرفي اسم البنت، رقم تليفونها، وبتعرفي عنوانها، عشان لما يجيلك الاوردر تبقي متفقة مع بتاع دليفري وتوصلي لها الاوردرات بتاعتها. طبعا طلبت اوردر ادوات منزلية امبارح، بس طلعته الحمد لله. هبقى اسيب لكم الصورة بتاعته، الحاجات اللي انا طلبتها برضو كانت حلوة قوي. بتتفقي مع بتاع دليفري، يا بيجيب لك فلوسك قبل ما بيروح بالاوردر، يا بيرجع لك بالفلوس بعد ما بيودي الاوردرات بتاعتك. بس كده، دي كل حاجة عن شغل الاونلاين. ولو عايزين تعرفوا اي حاجة برضو هكلمكم عن الموضوع بالتفصيل. لو عايزين تعرفوا اي حاجة بجيب منين، هسيب لكم لينكات التليجرام وكل حاجة، ادخلوا بس كلموني. كل اللي بتحتاجيه ان انتي بتعملي صفحة او جروب، او بتنزلي على صفحتك الشخصية في الستوري بتاعتك، تبدأي تكتبي بقى الحاجات تلبس لحد كام، الخامة ايه، وتكتبي كمان السعر بتاعك، عشان لو عايزين، او ممكن ما تكتبيش السعر بيدخلوا يسألوكي ده بكام ويلبس لكام وكده. لو في اي استفسار عندكم تقدروا تسألوني. اشوفكم على خير في فيديو جديد. اسفة لو رغيت كتير، بس كنت عايزة اعرفكم الموضوع بشكل عام. وعايزة اقولك حاجة كمان، لو اتدبستي في اي قطعة بتنزليها فوري، وان شاء الله بيجيلها صاحب نصيبها وبتتباع ان شاء الله. باي باي.